تتشتهر العطاوية بإقليم قلعة سراغنة بجودة رفيعة في إنتاج زيت الزيتون، حيث تساهم هذه المنطقة بحوالي 10% من الإنتاج الوطني السنوي. توفر العطاوية أنواع من زيت الزيتون، الشيء اللي خلاها تتساعد في تطور هذا النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وتاح فرص شغل كثيرة لأهل المنطقة. هذه المنطقة مشهورة بجودة زيت الزيتون وتقبل عليها المستهلكين بشكل كبير من كل أنحاء البلاد، سواء تعلق الأمر بالاستهلاك الذاتي ولا المزارعين والتجار. فرغم العدد الكبير للمعاصر بالمنطقة إلا أنها تكون عامرة في أغلب الأحيان، لأن إنتاج الزيتون غالبا ما تكون مرتفع بالعطاوية. وأول حاجة تبدأ فيها بالجنيه هو الزيتون الأخضر، المعروف بالعامية بالمشقوق، وتستعملوه الناس للترقيد. أما الأنواع الأخرى تتم الجني ديالها بين شهر دجنبر وفبراير، وتتختلف الأسعار الزيتون من نوع لآخر، لكن غالبا ما تكون الزيتون الأخضر مرتفع على المخلط، في حين تبقى نوع الأسود من الزيتون هو الأعلى، حيث يتم تحويله إلى زيتون متمر. موسم جني الزيتون ماشي كيف المواسم الأخرى، تتبدا الاستعدادات ليه مبكرا وتنتظر الجميع بشوق، فهو فرصة لقاء شجرة مباركة ذكرها القرآن وأوصت بها السنة النبوية. مع 7 من كل صباح تتوجه العمال الحقل لجني المحصول السنوي. تبادل الحديث والمزاح هو السبيل الوحيد للعاملين المتفانين باش يمر يومهم بعيد عن الإحساس بالتعب والشقاء رغم صعوبة المهمة. في تحت كل زيتونة تتفرش أقمشة وتتنصب سلالم، وتتاخذ العمال مكانا لهم في قلب كل شجرة، غير مبالين بالمغامرة اللي تيقوموا بها. فيما تنهمك البقية في تلقات حبات الزيتون اللي تطيح في الأرض، وفي الجانب الآخر تتلقى شابين منهمكين في تعبئة ما تم الجني ديالو في أكياس كبيرة، وتيتم التهيئ ديالها قبل نقلها للمعصرة. جني الزيتون عنده روح وأجواء خاصة، والعمال تنتظروه لأشهر، فشجرة زيتون مباركة وتدر الربح دائم على الجميع رغم قلة المحاصيل. الكل اختار طرق ووسائل تقليدية في عملية جني الزيتون حفاظا على الشجرة المباركة من التلف، حيث تتبركوا بها وتتمثل الرزق للكثيرين. بعد ذلك خاص نقل الزيتون من الحقل يكون خلال 24 إلى 28 ساعة بعد الجني للمعصرة باش يتطحن الحب وتخرج الزيت ذو جودة عالية. عصر الزيتون خاص يتم في واحد الظروف تحترم معايير وشروط النظافة، كما يجب يتخزن في نفس الظروف إلى موعد استعمالها. الزيت المعصور في معصرة المكابس التقليدية تعتبر من أجود أنواع الزيوت المستخرجة في المعاصر الأخرى، حيث الزيت ما تتعرضش لحرارة عالية، كما أنه ما تتخلطش بكمية كبيرة من الماء، إلا أن هذه المعاصر تحتاج الكثير من الأيادي العاملة مما تزيد من تكلفة استخدامها. مرحلة الطحن والتي تسمى مرحلة العجن يتم تحريكها بمحرك تشتغل بوقود ديزل أو بالكهرباء حتى تخدم حجرات دائرية كبيرة بزاف باش تهرس ثمار الزيتون اللي عامرة بالزيت، وذلك لإنتاج عجينة منفصلة على الثمار.
حتى يتم صبها في القفة، وهي عبارة عن صواني دائرية مصنوعة من الدوم ولا الخيش. من بعد يتم نقل الصواني بداكشي اللي فيها من العجينة، ومن ثم تتستف فوق بعضها فوق عمود مكبس كبير باش يتم ضغطها لاستخراج السوائل اللي فيها. مرحلة الفرز حتى يتم نقل خليط الزيت والماء إلى معاصر الترويق لتنقية الزيت من الماء، وهنا تتفصل الزيت بعيد عن الطبقة العليا وتتم التخلص من الماء. المغاربة يستهلكوا الزيتون بكثرة في عاداتهم الغذائية، لما فيه من فوائد غذائية عالية ونكهة مميزة. فعلى سبيل المثال من الصعب تلقى شي دار مغربية بلا زيتون ولا زيت، لذلك الدولة المغربية تعطي واحد الاهتمام كبير ورعاية لهذا القطاع. لكن هذا الشيء ما تعنيش ان قطاع الزيتون ما تتعرضوش مشاكل تؤرق المزارعين والعاملين فيه، وهذا الشيء اللي غادي يأثر سلبا على جودة الزيتون وعلى إمكانية تصديره للأسواق الدولية. تيتسم الفلاح بزاف من الصفات اللي تتميزه على غيره من الحرفيين، فهو تيكون دائما نشيط، تيتحلى بالصبر، مواظب على عمله باستمرار والمثابرة رغم ملامحه القاسية، ولون وجهه تيتغير بتأثير حرارة الشمس وبرد الشتاء وتشقق اليد ديالو بتأثير العمل الشاق والمتواصل، إلا أنه تيحمل في صدره قلب مليء بالخير والصدق والعطاء. الفلاح رجل صبور ومثابر، وتينتظر فترة طويلة من الزمان باش يحصل على نتاج التعب ديالو.